العمل المستقبلي لن تكون الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام القادمة هي الدولة الأولى في العالم، فسوف تنازعها الصين بمشروعها الاستراتيجي المعروف طريق الحرير. وقد شاركت أنا في عدة مؤتمرات صينية في الصين وتركيا للبحث فيه، منذ أن أرسى قواعده الرئيس هو شينتاو. لأن هذه العدوان، هذه الحرب على بلدنا وهذا العدوان على بلدنا كان صورة من أو سبب من أسبابه هو ماذا؟ هو تناحر أو تنافس مشروعين: مشروع خط الحرير الذي تتبناه الصين، وكان من المفترض أن تكون موانئ الجمهورية اليمنية هي من الموانئ التي ترتبط بهذا المشروع. لطالما هدد الأمريكيون مرارا وتكرارا بتدمير أي شيء يدخل نصف قطر القاعدة البالغ 50 كيلومترا. والغريب في الأمر أن هذه القاعدة مبنية تحديدا على طريق كان شريان الحياة التجارية والاقتصادية لسوريا. لنلقي نظرة على الخريطة مرة أخرى، وهنا تقع قاعدة التنف بالضبط. وهذه الخطوط الحمراء المؤدية إلى القاعدة هي الطرق المستخدمة لنقل البضائع من الشرق إلى سوريا. لا أقصد بالشرق العراق وإيران فحسب، بل أعني أيضا كل دول شرقي سوريا، بما في ذلك الهند وباكستان وأفغانستان، والأهم من ذلك الصين. يمر طريق الحرير عبر سوريا ويؤدي إلى البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. بهذه الطريقة تمكن هذه الطريق الناس في الشرق من الوصول إلى موانئ أوروبا وأفريقيا في البحر الأبيض المتوسط من أجل التجارة. لا يزال الطريق الذي يربط بغداد بدمشق ومنها إلى ساحل البحر المتوسط يعتبر طريق الحرير. في الواقع، مقارنة بالشحن عن طريق البحر، يمكن للطريق نقل بضائعنا بوقت أسرع عدة مرات وبكلفة أقل إلى 22 دولة تحتوي على 100 ميناء. أما الآن فقد أقام الأمريكيون قواعد في التنف مباشرة على طريق بغداد دمشق الرئيسي، قاطعين بذلك طريق الحرير، ولا تسمح المجموعات المقاتلة المتحالفة معهم لأي شخص دخول نصف قطر القاعدة البالغ 35 ميلاً. ولهذا السبب عندما دخل العراقيون الذين كانوا يطاردون قوات داعش إلى سوريا بناء على طلب الحكومة السورية واقتربوا من دون علم من هذه المنطقة، هاجمتهم الطائرات الحربية الأمريكية. ومن عطاء الدم سقى نخلة الصبر